التغيير تيبدا منا حنا، يعني كقناعه شخصيه. الا بغى الانسان يتغير كيقتنع شخصيا، ماشي غيجي واحد اخر ويبدلو. هذه راه ما كايناش. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوالكم على خير؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احوال جيده ان شاء الله. كدرتوا مع شي صهد واش سخون عندكم الحال؟ كاين مناطق اللي عندهم الصهد، كاين مناطق اللي عندهم ما شاء الله البروده. اذا الحمد لله على كل حال. الموضوع ديال هذا الفيديو اليوم ان شاء الله غادي نهضر على، بما اننا حنا مقبلين على موسم الاعراس قريب الصيف مورا العيد، الاغلبيه غادي يتزوج مورا العيد في الصيف شهر 7 شهر 8. المهم موسم الاعراس ما بقى ليه والو ياك. كاين اللي في هاد العطلانيت مهم انتي عروسه جديده ولا بنت مقبله على الزواج ولا تزوجتي ومازال تالفه في هذا الزواج ما فهماش بزاف د الامور، انا غنعطيك شي نصائح وغنقول لك ما تطيحيش في هاد الاغلاط اللي غنذكرهم دابا. وكنتمنى ان شاء الله نفيدك. انا هذا الشيء ما خديته لا من جوجل لا من يوتيوب، لا ما خديته من حتى شي حاجه، هذا الشيء عن تجربه شخصيه، وكنتمنى ان شاء الله نفيدك بهاد النصائح اللي غادي نعطيك. اذا نبداو على بركه الله. الا كنتي اول مره كتشوفي القناه ما نكرهش انك تنضمي لينا وتشتركي في القناه، وعلاش لا ما تبارطاجيش لاشين مع العيالات اللي كتعرفي ولا البنات المقبلين على الزواج هكا باش يستافدوا حتى هما وتعم الفائده. اذا نبداو على بركه الله. اذا كاول نصيحه غادي نعطيها لك، الا كنتي مقبله على الزواج ولا ديجا انت مزوجه، وما ترفعيش سقف التوقعات في الزواج. الاغلبيه ديال البنات هكا كندخلوا للزواج يعني كيكون عندنا شي احلام كما تنقولوا، دوك الاحلام الورديه ودوك داكشي تنشوفوه في المسلسلات والافلام، هذاك الشيء غير في المسلسلات والافلام، والواقع حاجه اخرى. اذا ما ترفعيش سقف التوقعات باش ما تصدميش، حيت فاش كترفعي سقف التوقعات كوني اكيد غتصدمي وغتبداي تمرضي نفسيا شويه بشويه. اذا خلي الامور تجي تلقائيه. شفتي شي حاجه، جات شي حاجه راه مزيان، جاب لك راجلك شي حاجه مزيان، ما جابش لك عادي. ماشي بحال الا كنتي رافعه يعني غيدير ليا وغيدير ليا وغيفعل ليا وغيعمل لي هكا وغيدير ليا هكا، فهمتي؟ يعني سيري ما ترفعيش سقف التوقعات كما تنقولوا. حاجه اخرى، ما تنتظريش المعامله بالمثل. هاد المعامله بالمثل بالاخص مع العائله ديال الزوج ولا المهم ما تنتظريش المعامله بالمثل. هذه بصفه عامه مع اي كان كما بغى يكون، ماشي بالضروره العائله ديال راجلك. انت تعاملي بعفويه وبطيبه مع الجميع في البدايه ديال الزواج، حيت ما كتعرفيش شحال من حاجه ما كتعرفيهاش، ما كتعرفيش لي كاركتير ديال هذوك اللي عايشه معاهم، بالاخص الا كنتي غتعيشي مع عائله راجلك شحال من حاجه ما كتعرفيهاش، يعني شويه بشويه كتكتشفي. اذا دخلي بعفويه وبطيبه مع الجميع، تعاملي مع الناس بحال ياك كل شيء بحال ماشي تفضلي شي على شي في البدايه ديال الزواج. حاجه اخرى، ما تحكميش على الناس من خلال الهضره ديال الناس الاخرين عليهم. مثلا غتكوني انت دابا عاد مزوجه، غتجي شي وحده من عائله راجلك مثلا تقول لك بحال غتعرفك على العائله ديال راجلك مثلا، تقول لك هذه كي دايره وهذه زوينه وهذه ما زويناش وهذه خايبه وهذه حقوده وهذه محساده وهذه غايوره وهذه ما عرفت شنو وهذه ما عرفت شنو. ما تحكميش من خلال هضرتها، ما تحكميش على الناس من خلال هضره الناس الاخرين عليهم، حيت غتمشي غلطه. غتلقاي راسك كتكرهي شي ناس ما داروا لك والو، غير حيت قالوا لك ناس اخرين عليهم راه هذه خايبه وهذه ما تسواش ما تسوى ما تصلح كما تنقولوا. هاد الغلط ما توقعيش فيه. حاجه اخرى هي ما تقتنعيش انك ما غتحمليش حيت كتاخدي مانع الحمل. حتى هذه بزاف ديال البنات كيتصدموا في البدايه ديال الزواج، تيقولوا حنا دابا ما غنبقى عامين عاد غادي نحمل ان شاء الله. ولكن ديري في بالك باللي واخا كتاخدي مانع الحمل ممكن طرا شي حاجه اللي غادي تحملي بها، ممكن ديما ديري في بالك انا غندير السبب ما غنحملش، ولكن الا جابها الله مرحبا ياك. هذه حاجه مهمه بزاف. حاجه اخرى، تقبلي المعيشه ديالك كما هي باش تعيشي مرتاحه. كما كانت الحاله الماديه ديال راجلك تقبليها باش تعيشي مرتاحه. ما تطمحيش لشي حاجه ما كايناش، تطمحي
يعني الطموح زوين، ولكن ما تطمحيش لكثر من جهد راجلك وجهدك انتيا. سيري على قدكم، فهمتي؟ حاجه اخرى هي تقبلي العيوب ديال الشريك ديالك وتعايشي معاها. كل ما تقبلتي العيوب، هو في البدايه ديال الزواج ما كيبانوش العيوب بصفه نهائيه، ما تيبانوش العيوب، ما كيبانوش. غير كوني اكيده حتى كدوز واحد المده كما تيقولوا تتسالى ديك 7 ايام، ديك 7 ايام الاولى. هذا غير مثال، ماشي بالضروره 7 ايام. كاين اللي ما غاديش يبان ليها العيب تتفوت عام عامين عاد يبداو يبانوا ليها العيوب ديال الشريك ديالها. اذا اي عيب بان لك تقبليه، تعايشي معاه، حيت الا ما تقبلتي غتولي تحكري بزاف، لا هادي لا هكا داير، لا ما خصش يكون هكا، لا فهمتي؟ حاجه اخرى هي الاحترام. الاحترام شي حاجه مهمه بزاف، مهمه الاحترام مهم. خدمي على الاحترام، تحترمي داك الشريك ديالك. الصبر شي حاجه حتى هي مهمه. الاحترام والصبر قبل الحب، حيت الحب كما تنقولوا ما تيدومش، ما تيبقاش مده طويله. كيكون غير ديك الشعله كتكون غير في البدايه ديال الزواج، من بعد كيكون الاحترام والصبر هما اللي كيخليو ديك المسيره تدوم. وتذكري حاجه اخرى، هو انه اي مشكل كاين ليه حل. اي مشكل طرا لك كما بغا يكون، ما تحاوليش تكبري اي مشكل كيكون مشكل بسيط وتنكبروه، بالاخص الا دخلتي شي اطراف خارجيه. عفوا، اي مشكل طرا قولي راه غادي يتحل، اي مشكل طرا قولي غادي يتحل، بلا ما تدخلي حتى شي حد، بلا ما تشكي على حتى شي حد، ياك؟ حيت فاش كتدخلي اطراف خارجيه عاد ما تيكبر داك المشكل. ما تحاوليش تفكري انك غتبدلي راجلك، هادي ما تحاوليش، ماشي ما تفكريش، ما تحاوليش تفكري فيها، حيت مستحيل انك تغيري راجلك. التغيير تيبدا منا حنا، يعني كقناعه شخصيه. الا بغى الانسان يتغير كيقتنع شخصيا، ماشي غيجي واحد اخر ويبدلو، هذه راه ما كايناش، ياك؟ يعني ما تحاوليش تبدلي حتى شي حد، تقبلي وتعايشي مع العيوب مع كل شيء، ياك؟ حاجه اخرى هي ما تقارنيش حياتك مع حياه الاخرين. فاش تنقولوا حياتك، ما تقارنيش راجلك مع راجل، سيده واحده اخرى، اولادك مع وليدات وحدين اخرين، الحاله الماديه ما تقارنيش الحاله الماديه ديالك مع الحاله الماديه ديال ناس اخرين، دارك ما تقارنيهاش مع دار ناس اخرين، لباسك، ماعنك، فراشك، ديكوراتك، اي حاجه ممنوع المقارنه. ما تقارنيش شنو المقارنه اللي زوينه؟ هو تقارني نفس راسك قبل، بحال دابا قبل الزواج ومن بعد الزواج. هاد المقارنه زوينه، كتخليك انك تطوري، تقارني راسك الشهر اللي فايت مع هاد الشهر، ولا البارح مع اليوم. هذه هي المقارنه اللي زوينه، واللي غتخليك انك تزيدي لقدام ويكون كل شيء مزيان وكتصلحي. فاش كتقارني هاد المقارنه الزوينه اللي قلت لك، كتحاولي انك تصلحي من راسك وتفادي الاغلاط وتفادي شحال من حاجه اللي غادي تخليك زعما مريضه نفسيا. حيت النفسيه شي حاجه مهمه بزاف اللي خصك تخدمي عليها في زواجك. ديما خلي المورال ديالك، ما تخلي حتى شي حد انه يطيح المورال ديالك. ديما النفسيه ديالك طلعيها وتفادي ان شي حد يطيح لك المورال. هذه مهمه بزاف باش يكون عندك، باش تقدي ديري، باش يكون فيك الجهد تقومي بدارك وبوليداتك ان شاء الله الا تزادوا عندك. يعني النفسيه شي حاجه مهمه، خدمي عليها. ما تعطيش اكثر من جهدك في كل شيء، ما تعطيش اكثر من جهدك. ديري داكشي اللي قديتي عليه، سواء كنتي في دارك بوحدك، سواء كنتي مع عائله راجلك. جهدك حافظي عليه، ما تديريش اكثر من جهدك في كل شيء، في الهضره، في كل شيء، في الشغل ديال الدار، في التعامل مع الاخرين. ديري داكشي جهدك، ما تحطيش جهدك كامل واكثر من جهدك في شي امور اللي من بعد غتندمي عليهم، ياك؟ حاجه اخرى هو انك ممنوع التجسس، ممنوع انك تجسسي على راجلك، ممنوع. ما بقايش تقولي لا هذه دار ليها، بالاخص اللي كيتصنتوا عفوا القصص اللي كاينين دابا
اللي كاين قنوات ديال القصص، هذه اللي راجلها خانها، ها اللي راجلها ما عرفت شنو دار ليها، سرقها، ها اللي راجلها ما عرفت شنو. المهم هاد القصص الا كيأثروا فيك بلا ما تصنتي ليهم، ما تجسيس نهائيا. التجسس شي حاجه خايبه بزاف اللي غتخليك تمرضي نفسيا، وحنا قلنا النفسيه ديالك لازم تحافظي عليها. حاجه اخرى اللي خصك ضروريه من بدايه الزواج، كنتي خدامه ما خداماش كما بغات تكون الحاله، زعما الخدمه واش خدامه ولا ما خداماش، ديري حصاله ديال التوفير، ديريها واخا تبقاي تطلعي فيها غير درهم للنهار، درهم اليومين، مهم ديري حصاله. وقت ما تقديتي شي حاجه شط لك داك الصريف حطيه في ديك الحصاله ضروري، وبلا ما تسوليني علاش، حيت من بعد فاش تجمعي دوك الفلوس في ديك الحصاله وتزيرتي واحد النهار، ما غتحتاجيش انك تطلبي شي حد على برا. مثلا كنتي مقلقه من راجلك، مثلا ما رضيتيش تقوليها لعائلتك خاصني هادي. المهم الوقت والزمان كلشي كيجي يعني واحد النهار ما تلقايش عندك ريال، تلقاي ديك الحصاله ومحتاجه الفلوس ضروري وما قادره تطلبي حتى واحد، غتلقاي ديك الحصاله فتحت منك كيما تنقولوا، تهزيها وتقضي بها داك الشيء اللي بغيتي وما ساق لك حد اخبار واش عندك واش ما عندك، واش خصك واش ما خصك. اذا هادو هما النصائح ياك اللي انا شخصيا يعني كنحاول انني نمشي عليهم ياك باش نستمر ان شاء الله في زواجي ونكون مزيانه. اذا واحد الحاجه، دومي على هذا الدعاء في صلاتك في السجود ديالك، اللهم هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. داومي عليها، دومي على هذا الدعاء في السجود ديالك يوميا. اذا هادو هما النصائح. كنتمنى الا كانت عندك انت شي نصيحه خليها ليا في التعليقات باش هكا البنات يستافدوا، ولا كانت شي نصيحه ما ذكرتهاش انا يا وفاتك في حياتك خليها لينا في التعليقات هكا باش تعم الفائده ونستافدوا كاملين. حتى لهنا غنكون ساليت الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. تنتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. خليتكم في راحه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.